أيها الناس يا أهل التقوى والإيمان، إن الحسين بن علي كان عدوا للخليفة فخرج ضده طامعا بالحكم والسلطان، فقتلته يد العدالة ونهبت أمواله وسبيت عياله ليكون عبرة لمن تسول له نفسه بنقد البيعة والتجرؤ على ساحة الخليفة. أيها الناس، حفظ الله يزيد الساهر على أمن البلاد وحاميها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا الكلام ليس كلامي، بل هذا كلام الوحي المنزل. ما يقع عليكم من بلاء وما ينزل بكم من مصائب ما هو إلا نتيجة لأعمالكم التي ارتكبتموها. وهنا تتجلى قدرة الله القادر ويتبين لنا مدى اتساع رحمته. إن ربنا رحمن رحيم ويعفو عن كثير من ذنوبنا، وهذا معنى يعفو عن كثير، ولكن لا يعفو عن بعضها. خذوا مثلا هذا الخارجية الحسين بن علي الذي خرج على أمير المؤمنين، فشاءت إرادة الله سبحانه أن يدفع شره على أيديكم أنتم المؤمنين ويبعد عنا شره ويعذبه عذابا شديدا، فالله عادل يمهل ولا يهمل. ليت هذا الكذاب ابن الكذاب. يا ابن مرجانة، إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه. يا ابن مرجانة، أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين؟ بئسا لكم ولأعوانكم، أعمى بصائركم حب الدنيا والسلطان، فقتلتم أصدق الناس وأعز الناس. الويل لك يا ابن مرجانة. أتدري أي فعل فعلت يا ابن مرجانة؟ أتنكث ثنايا ابن بنت رسول الله بالخيزران؟ يا ابن حريث، أريد هذا الكلب العجوز حيا. يا أيها الناس، أنتم والله أتعس خلق الله. إني سمعت من زيد بن أرقم يقول: إني رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين يقبلهما، وهذا الملعون ينكتهما بالخيزران.